مقاتل شرس وعنيف جدا في القتال، مفيش منه اتنين. بينشق عن أكبر عصابة دولية، فبيحط مكافأة ملايين الدولارات للي يقدر يقتل ويجيب لهم راسه، لكن مش بيخاف وبيدخل أكبر معركة وحرب شرسة ضدهم، وبيكون البقاء للأقوى. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع جون ويك وهو بيجري في الشارع، لأن المجلس الأعلى للمافيا العالمية أصدروا عليه حكم المنبوذ، والمنبوذ يعني محكوم عليه بالموت لأنه ارتكب جريمة في فندق كونتيننتال اللي محرم فيه القتل، ولأنه خالف القانون اتحكم عليه بالموت، واللي هيقدر يقتله هياخد 14 مليون دولار. وكل أعضاء المافيا عرفت الخبر وكلهم بيستعدوا يقتلوه. وبيظهر وينستون مدير فندق كونتيننتال اللي حصلت فيه الجريمة، واللي سمح لجون انه يهرب بسرعة قبل ما يتقتل. وبنعرف ان قرار قتل جون هيبدأ الساعة 6 مساء، وجون بيكون قلقان جدا علشان الوقت بيعدي وعاوز يهرب من المدينة بسرعة، فبيفضل يجري هو والكلب بتاعه وبيركبوا تاكسي. ولما بيلاقي الدنيا زحمة بيقول لسواق التاكسي يوصل الكلب بتاعه لفندق كونتيننتال. وبيعدي وقت كتير وبيكون فاضل 20 دقيقة على تنفيذ قرار قتل جون. بيفضل جون يجري وبيدخل مكتبه وبيروح يدور على الكتاب بتاعه اللي بيكون شايل فيه حاجات خاصة يقدر من خلالها انه ياخد صلاحيات زيادة ممكن تنقذه. فجأة بيظهر واحد ضخم جدا قدامه، بس جون بيقول له انه لسه فاضل 20 دقيقة على تنفيذ القرار وما ينفعش يقتله دلوقتي، لكن الراجل بيقول له هقتلك دلوقتي. فبيبتدوا الاتنين يهجموا على بعض ويضربوا بعض ضربات قوية جدا، لكن بيقدر جون في النهاية انه يخلص على الراجل بالكتاب اللي معاه وبيسيب المكتبة ويمشي. المجلس الاعلى للمافيا بيعلن ان فاضل 10 دقايق لتنفيذ حكم الموت على جون، وكل رجالة المافيا بيكون عينهم عليه وبيراقبوه في كل مكان يروح فيه علشان ياخدوا ال 14 مليون دولار مكافأة قتله. وبسبب ان جون اتصاب اصابات خطيرة جدا في كتفه بيروح عند دكتور صديقه وبيطلب منه يعالجه، فبيدخله عنده وبيكون خايف جدا وبيبتدي يعالجه ويخيط له الجرح. لكن قبل ما يخلص تخيط الجرح بتيجي الساعة 6 وبتنتهي المهلة اللي مسموح له فيها انه يعيش، فبيقول الدكتور انه مش هيقدر يكمل خياطة الجرح لان المافيا هتعرف وهيقتلوه لانه ساعده. فبيضطر جون انه يخيط الجرح بنفسه، وبعد ما بيخلص بيطلب منه الدكتور انه يضربه رصاصتين علشان يبان انه هجم عليه، لان المافيا قالت ان اي حد هيساعد جون هيموت. وبيمشي من عند الدكتور وبيجري في الشارع، وفي مجموعة من المافيا بيطردوه وبيجروا وراه، ووقتها بيدخل محل اسلحة فيها انواع كتيرة جدا من الاسلحة وبيختار افضل مسدس وبيملاه رصاص. بيهجموا على جون بشراسة وبيبتدي القتال بينهم، وبنشوف مهارة جون وهو بيقتل رجالة المافيا وبيضربهم بكل الأسلحة اللي بيلاقيها في وشه، وبيكون القتال عنيف جدا بينهم، بس بيقدر في النهاية انه يخلص عليهم ويقتلهم بطريقة بشعة جدا. وبيطلع من المكان بسرعة، وفي الطريق بتظهر مجموعة تانية من المافيا فبيهرب منهم وبيدخل اسطبل خيل وبيهجم على العصابة وبيفضلوا يضربوا عليه نار، فبيستخدم الأحصنة في القتال. وبيستمر القتال فترة طويلة جدا، بس بسبب مهارته في القتال بيقدر يخلص عليهم برضه زي غيرهم. وبيخرج وهو راكب حصان، لكن بيقابلوه اتنين بموتوسيكلات وبيبتدوا يطردوه فبيقتلهم برضه بسهولة جدا. المجلس الأعلى للمافيا بيزود المكافأة ل 15 مليون دولار للي هيقتله. بيروح جون بعدها عند واحدة من المافيا الروسية وبيطلب منها انها تساعده لانه اصلا روسي ومن نفس العصابة بتاعتهم ولازم تساعده. فبتقول له احنا كلنا بنخضع للمجلس الاعلى للمافيا، ولو عرفوا انك موجود هنا هيقتلوني. بيترجاها علشان تساعده وتوصله للدار البيضاء في المغرب علشان يقابل رئيس المافيا شخصيا، فبتاخده معاها لمكان سري وهناك بتاخد التذكرة بتاعته وبتختمها، وبتقول له ان كده ملوش اي خدمات تانية ومش هتقدر تقدم له اي مساعدات. بنشوف بعد كده ممثلة للمجلس الاعلى للمافيا او الحكم بتروح فندق كونتيننتال وبتقابل شارون وبتقول له انها جاية علشان تقابل المدير، فبيقول لها انها تستنى في الاستراحة لحد ما يجيلها. وبتقابل وينستون مدير الفندق اللي بيقول لها انه ما يعرفش اي حاجة عن جون، فبتقول له انها مش جاية عشان جون ولكن جاية لان في جريمة حصلت في الفندق المسؤول عنه، وبتروح وبتشوف جثة الميت وبتقول عشان الجريمة حصلت في الفندق اللي انت مسؤول عنه وعشان ساعدت جون يهرب، فقرر المجلس الاعلى للمافيا انه يحاكمه وقدامه 7 ايام عشان يسيب الفندق ويمشي وهيتعين واحد جديد مكانه. بتروح نفس البنت الحكم لباوري وبتقول له المجلس الاعلى عنده معلومات انك ساعدت جون انه يرتكب جريمة وعطيته مسدس،
وعشان كده المجلس قرر انه يعزلك من منصبك ومعاك 7 ايام عشان تدور على مكان جديد تعيش فيه. باوري بيضحك وبيسخر منها وبيقول لها مفيش حد على وش الارض ممكن يعزلني او ياخد مكاني، لان انا الملك هنا ومن غيري هتحصل فوضى. بتتجاهل كلامه وبتقول له معاك 7 ايام تسيب منصبك وده عقاب المجلس ليك. بيوصل جون الدار البيضاء وهناك اعضاء من المافيا بيهجموا عليه علشان يقتلوه، لكن فجأة بيجي واحد وبيقول لهم انه في حمايته، وبعدها بياخدوا علشان يقابل صديقته القديمة صوفيا اللي قدم لها مساعدة لما احتاجت له قبل كده. ولما بيقابلها بتضرب عليه نار، لكن بيوريها ميدالية عليها دمها علشان يفكرها انه ساعدها قبل كده، وبيقول لها ان ده دين عليكي ولازم تسديه، وجاي لها دلوقتي علشان تساعده، لكن بتقول له ان ما عندهاش استعداد انها تساعده وتقتل حد. فبيقول لها انا مش جاي علشان اقتل حد، ولكن عاوزك تساعديني اقابل رئيسك القديم اللي هيقدر يوصلني لرئيس المجلس الاعلى. فبتقول له ان لو رحت عنده هيقتلك، لانه لو ما قتلكش المجلس الاعلى هيقتله لانه هيكون خالف القواعد. ده غير انها مش عايزه تدخل في اي مشاكل علشان بنتها، لان المافيا لو عرفت انها ساعدته هيقتلوها هي وبنتها، ولكن بيقدر يقنعها في النهايه انها تساعده. وبتقول له جهز نفسك علشان هيمشوا بعد 10 دقايق. البنت الحكم بتروح لمطعم صيني وبتقابل المدير اللي بيكون واحد من المافيا، وما بيكونش متوقع انها هتجيله، وبتطلب منه يخلص على جون وكل اللي ساعده، لانه قتل ناس كتيرة جدا ولازم ينفذوا اوامر المجلس. فبيوافق على طول بدون تفكير، وبتروح الحكم ومعاها العصابة الصينية وبيهجموا على المسرح وبيقتلوا كل الموجودين فيه. وبعدها بيروحوا عند الست اللي ساعدت جون وعطيته تذكرة السفر للدار البيضاء، وبتقول لها عشان تكفر عن ذنبها لازم يسيل دمها، وبتخليها تمد ايديها وبيضربوها بالسيف، وبكده تكون دفعت تمن غلطتها. صوفيا بتجهز نفسها وكمان بتحط سترات واقية ضد الرصاص للكلاب بتوعها وبتخبي فيهم أسلحة، وبتقول لجون لأن احتمال كبير يكون في قتال ويحاولوا يخلصوا علينا هناك. ولما بيوصلوا عند برادا بيفتشوهم قبل ما يدخلوا، وبيقول لجون انه مستغرب جدا انه لسه عايش لحد دلوقتي لانه خالف كل قواعد وقوانين المجلس الاعلى. وبيقول له انت جاي في ايه؟ فبيقول له عاوز اعرف مكان رئيس المجلس الاعلى لان عاوز اقابله. بيقول له برادا ان الرئيس مفيش حد يقدر يوصل له لانه قاعد في الصحراء، ولو عايز توصل له روح دور عليه في الصحراء لحد ما نفسك يتقطع ويغمى عليك، وساعتها رجالته هيلاقوك وياخدوك لحد عنده. وهم ماشيين بيقول له صوفيا انا قدمت لك كل المعلومات اللي عاوزينها، وعشان كده هاخد الكلب بتاعك هديه. ولما بترفض بيضرب الكلب بالنار، والكلب بيقع على الارض بس ما بيموتش لان الطلقه بتيجي في الستره اللي لابسها الكلب. وساعتها بتضايق جدا وبتغضب وبتمسك مسدسها وبتفضل تقتل في رجالته وبيخلصوا عليهم كلهم، وبتضربه برصاصه في رجله وبتسيبه مرمي على الارض وتمشي. وهم خارجين من المكان بتهجم عليهم مجموعه كبيره قوي من المافيا، وبيبتدوا يقتلوا فيهم وبيخلصوا على اول مجموعه، وبتهجم مجموعه تانية وبيكون عددهم اكبر، لكن بسبب مهاراتهم العاليه جدا في القتال بيقدروا انهم يخلصوا عليهم بكل سهولة. ده غير ان الكلاب بتساعدهم وبتخلص على عدد كبير قوي من المافيا، وبيركبوا العربية بتاعتهم هما الاتنين وبياخدوا الكلاب معاهم وبيمشوا بسرعة، وبعدها بيوصلوا للصحراء. وهناك صوفيا بتقول لجون انه في اي حالة من الحالات هيموت لان حكم الموت صدر من المجلس الاعلى، والمافيا مش هتتنازل عن حقها، وبتسيبه في الصحراء لوحده وتمشي. عصابة القائد الصيني بيهجموا على مقر باوري وبيهجموا على كل رجالته اللي بيكون عددهم كبير قوي وبيحموا المكان، لكن عصابة الراجل الصيني بتكون قوية جدا ومتمرسة في القتال وبتخلص عليهم كلهم. وبتوصل البنت الحكم عند باوري وبتقوله ان ال7 ايام اللي عطتهم له فرصة عدوا، ودلوقتي لازم يدفع ثمن خيانته للمافيا، وعشان كده لازم يكفر بالدم عن خيانته. وبتأمر واحد من رجالته وبيضربه 7 ضربات في جسمه وبيسيبوه ويمشوا. بيعدي وقت طويل جدا وجون ماشي في الصحراء، وفي النهاية من كتر التعب بيغمى عليه، وفي الوقت ده بيكون في واحد معدي بجمل وبياخده معاه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه قدام رئيس المجلس الأعلى للمافيا، وكمان بيلاقي سلاحه موجود معاه. زعيم المافيا بيستغرب جدا من جون وبيقول له أول مرة أشوف واحد زيك بيضحي بحياته علشان حاجات بسيطة، وبيقول له ليه أنت عاوز تعيش؟ فبيقول له جون علشان خاطر مراته لانه بيحبها جدا، وبيقول له الزعيم انه هيديه فرصة تانية علشان يعيش وهيلغي قرار موته ويعيش حر طول حياته، بس يكون ملتزم بكل قوانين المجلس، وقدامه خيارين يا اما يموت يا اما يعيش.
ولو اختار انه يعيش لازم ينفذ لهم مهمة. بيقول له جون ايه المطلوب مني اعمله، فبيقول له انه يروح فندق كونتيننتال ويقتل وينستون ويخلص عليه، لان مهما حصل مش هيقدر ينقذه من الموت لانه خانهم. جون ما بيلاقيش طريقة غير انه يوافق، وعشان يعلن ويأكد للزعيم انه ملتزم بكل قوانين المجلس الاعلى للمافيا بيقطع صباعه وبيقدم الدبلة بتاعته هدية للزعيم. جون بيوصل نيويورك مرة تانية، وفي المطار 2 من المافيا كانوا هيقتلوه، لكن بسرعة مجموعة من المافيا بيقتلوهم وبيسمحوا له انه يعدي. وفجأة بيقابل القائد الصيني اللي بيكون بيكرهه جدا ومستني اللحظة اللي هيقتله فيها، وبيهجم على واحد من العصابة وبيقتله ويخلص عليه، وبيخرج بسرعة من المكان وبيقابل 2 فبيهجم عليهم برضه وبيقتلهم بكل سهولة، وبياخد موتوسيكل وبيمشي، لكن قائد العصابة ما بيسيبوش وبياخد موتوسيكل وبيجري وراه وبيطارده في كل مكان، وبيدخلوا جوه نفق كبير والعصابة بيحاولوا يقتلوه بأي طريقة، لكن بسبب مهارته العالية جدا في القتال بيقدر انه يخلص عليهم ويقتلهم كلهم، وما بيفضلش غير القائد الصيني اللي بيفضل يطارده لحد ما بيوصل لفندق كونتيننتال، وهناك بتكون المنطقة ممنوع اي حد يقاتل فيها حد، والا المجلس الاعلى للمافيا هيؤمر بقتله، وعشان كده القائد ما بيقدرش يقتله. وبيطلب جون من شارون انه يقابل المدير، فبيقول له هو مستنيك، وبياخدهم هما الاتنين وبيستنوا في الاستراحة. وهناك القائد الصيني بيقول له انه معجب بيه جدا بسبب مهارته القتالية العالية جدا، وكان يتمنى انه يقابله قبل كده. وبيروح جون يقابل وينستون وبيكون عنده معلومات انه جاي بأمر من رئيس المجلس الاعلى علشان يقتله، وبيروح يديه مسدس وبيقول له اقتلني لاني بفضل اموت على ايدين صديقي بدل ما اموت على ايدين حد تاني. بس جون ما بيرضاش يقتله لانه ساعده يهرب قبل كده. في الوقت ده تيجي الحكم وبتقول وينستون قررت تتنحى وتسيب منصبك ولا لا؟ فبيقول لها لا وعمري ما هتخلى عن مكاني. فبتسأل جون هتنفذ الامر وتقتله ولا لا؟ فبيقول لها ده صديقي وانقذني من الموت قبل كده ومش ممكن اقتله. فبتضايق جدا وبتتصل بمركز المجلس الاعلى وبتقول لهم لازم يلغوا صلاحيات فندق كونتيننتال ويجردوا المدير من كل صلاحياته، ويبلغوا كل المافيا ان وينستون خالف قوانين المجلس ولازم يتقتل. وبينفذوا الامر في الحال وبيجردوا الفندق ووينستون من كل الصلاحيات وبيحطوه على قائمة المنبوذين، وده معناه ان المافيا بتدي امر مباشر بقتله. وبتروح الحكم وبتقول لهم خلاص المجلس خد قرار وجردكم من كل صلاحياتكم واستعدوا للموت في اي لحظة، وبتسيبهم هما الاتنين وتمشي. وفي الوقت ده جون بيطلب من وينستون انه يرجع له كل صلاحياته وكمان يسمح له باستخدام كل السلاح اللي موجود عنده. فبياخده للمخبأ السري بتاعه واللي بيكون عبارة عن مخزن لجميع انواع الاسلحة، وبيقول له يقدر يختار اي سلاح هو عاوزه. وبيختار جون اسلحة كتيرة جدا من اللي موجودة، وكمان شارون بيختار اسلحة مميزة قوي علشان معركتهم هتكون صعبة جدا وضد كل اعضاء المافيا. وفي الوقت ده المجلس الاعلامي للمافيا بيبلغ اعضاء المافيا في كل مكان انهم يستعدوا للهجوم على فندق كونتيننتال ويقتلوا كل اللي فيه ويطهروه من الخونة واولهم المدير. البنت الحكم بتروح للقائد الصيني وبتقول له انه فرصته اللي كان بيتمناها طول عمره جات له لحد عنده، وانه يروح فندق كونتيننتال ويقتل جون ومدير الفندق ويخلص عليهم، وهتبعت له فريق كامل مجهز بكل انواع الاسلحة علشان يكون داعم ليه. وفعلا بيجوا اتوبيسين مليانين بعدد كبير جدا من رجالة المافيا علشان يستعدوا لاشرس حرب هيدخلوها في حياتهم، وبيبتدوا يدخلوا الفندق بهدوء جدا وبيكونوا حذرين جدا. وفي نفس الوقت جون وشارون بيجهزوا نفسهم بترسانة أسلحة ضخمة جدا، وينستون بيقول لهم يستعدوا للدفاع عن الفندق، وبيقول لجون معاك كل الأسلحة اللي طلبتها واستعد عشان تخوض أكبر معركة في حياتك ومارس هوايتك المفضلة الصيد والقتل. بيسيبوه لوحده في الأوضة وبيخرجوا للقتال، وبنشوف عدد كبير قوي من عصابة المافيا موجودين جوه الفندق، وبيبتدي جون يضرب ويقتل فيهم. لكن بيتفاجئوا ان عصابة المافيا مش بيموتوا اصلا لانهم بيكونوا لابسين دروع وخوذ ضد الرصاص، وعلشان يقتلوهم لازم يشيلوا الخوذة اللي لابسينها، وده بيكون صعب جدا عليهم. ولكن بيستمر القتال لفترة كبيرة قوي وبيقدروا انهم يقتلوا عدد كبير قوي من العصابة. وجون بيروح بسرعة عند وينستون وبيطلب منه يديه أسلحة تقدر تخترق الدروع اللي لابسينها مقاتلين المافيا. فبيجي شارون وبيديه بندقية متطورة والرصاص بيقدر يخترق الدروع، وبياخدوا كل الأسلحة والذخيرة اللي محتاجينها وبيخرجوا مرة تانية للقتال.
وبنشوف ان السلاح ده فعال جدا في قتل وتدمير العصابة، وجون بيكون متميز جدا في القتال واستخدام السلاح بكل مهارة، وفعلا صياد ماهر جدا، وبيدور على العصابة وبيقتلهم في كل مكان موجودين فيه، وبيقدروا يخلصوا على كتير قوي منهم. بتتصل البنت الحكم بوينستون وبتقوله كفاية لان انت مش هتقدر تستمر في الحرب دي، وبتستفزه جدا فبيقفل التليفون في وشها. وبيوصل جون لمكان تاني وبيهجموا عليه اتنين محترفين جدا في القتال والكونغ فو، وبيكون هجومهم عنيف جدا عليه وبيضربوه بعنف، بس جون بيقدر في نهاية القتال معاهم انه يخلص عليهم ويقتلهم. الحرب ما بتخلصش وبيهجموا عليه مجموعة تانية، وبسبب مهارتهم العالية في القتال بيقدروا انهم يهزموه في الاول، بس ما بيرضوش يقتلوه، وبيقولوا له هنكمل معاك ماتش القتال وهنتسلى شوية وبعدها هنقتلك. ولما بيقوم تاني بيضربوه ضربة قوية جدا ويرموه على الارض، فبيخلع الحزام بتاعه وبيبتدي القتال معاهم من تاني. وبنشوف مهارة جون العالية جدا في الدفاع عن النفس وتدمير أعدائه، وبيقدر في وقت سريع جدا وقياسي إنه يخلص عليهم، بس ما بيرضاش يقتلهم وبيسيبهم على الأرض ويمشي. ما بيكونش فاضل غير القائد الصيني، وبيقول لجون إنه مبسوط قوي إنه قدر يهزم كل تلاميذه، لكن هو مش هيقدر عليه ومختلف وقوي جدا، وإن دي الفرصة اللي كان بيتمناها طول حياته. وبيبدأ القتال بينهم وكل واحد فيهم بيسدد ضربات قوية للتاني، لكن بسبب قوتهم ومهارتهم هما الاتنين بيقدروا يقاوموا بعض. لكن القائد الصيني بيقدر يختفي من جون ويخدعه، وبيرجع مرة تاني وبيضربه ضربة قوية جدا ويرميها على الأرض. والقتال بيستمر وقت طويل جدا، وكل واحد فيهم محترف جدا في القتال والدفاع عن النفس، لكن جون بيقدر انه يتغلب عليه ويوقعه على الارض وبيخليه يزحف على بطنه، لكن بعدها بيقوم تاني، بس جون بيقدر يسيبه في رجله بالسلاح اللي معاه ويجرحه. الراجل الصيني مش بيستسلم وبيكمل قتال برضه، لكن جون بسرعة بيوقعه على الارض وبيضربه ضربة قوية وبيطعنه بالسيف في صدره، وبعدها جون بيسيبه ويمشي وبيموت القائد الصيني. بتتصل البنت الحكم بوينستون تاني وبتقوله انها عاوزة تتفاوض معاه وتوقف الحرب اللي بينهم، فبيوافق وبيبلغ شارون انهم خلاص هيعملوا التفاوض مع بعض وينهوا الحرب. وبتوصل الحكم عند وينستون اللي بيقول لها انها سهل جدا تاخد الفندق منه، لكن صعب جدا تسيطر على الناس الموجودين فيه لان كل الناس في المدينة مواليين ليه، وبإشارة منه يقدر يدمر كل حاجة. وبيوصل جون وقتها وبيلاقيهم بيتفاوضوا مع بعض، وينستون بيقول لها انه عاوز يستمر في منصبه وهيعلن ولاءه مرة تانية للمجلس الأعلى للمافيا، وبتوافق بدون تردد. ولما بتسأله هنعمل ايه في جون، فبيطلع المسدس وبيقتله، وبيقع جون من فوق المبنى على الأرض. ولما البنت الحكم بتروح تشوف جون مش بتلاقيه موجود، فبتروح لوينستون وبتقول له ان جون مش لاقيين جثته ومش عارفين راح فين، وبتحذره انه في اي وقت ممكن يهجم عليهم ويقتلهم هما الاتنين، فلازم يخلي باله كويس قوي ويعمل كل احتياطاته. وبنشوف بعدها واحد حاطط جون في صندوق زبالة وبيروح يوديه عند باوري اللي بيقول له انه تعيس جدا بسبب اللي حصل معاه، وانه وينستون غدر بيه وخد الفندق وكان عاوز يقتله، وانهم لازم يتحدوا مع بعض علشان يخلصوا على كل اعضاء المجلس الاعلى للمافيا. بكده بينتهي فيلمنا النهارده، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا. استنونا في فيلم جديد على قناتنا. سلام على قناتنا.